لعلم حضرتك أنا بقالي فترة كبيرة قوي برفض الظهور في الإعلام نهائيا. الفضائيات لمت قوي بصراحة، بس أنا ما أقدرش أقول لأ للأستاذة منى الشاذلي أبدا. بس ده مش برنامج أستاذة منى. قصدي يعني ما أقدرش أقول لأ للأستاذة ريهام سعيد. هو أنتوا فعلا حالة إنسانية، بس ده مش برنامج أستاذة ريهام برضه. أيوة صح. أيوة. قصدي يعني إني ما أقدرش أقول لأ أبدا للأستاذ عمرو أديب. ما تضيقش قوي كده يعني. أستاذ عمرو هيسيب برنامجه وينزل يعمل معاك فقرة ليه يعني؟ رونالدو، ميسي، مين دول؟ يا كابتن إحنا مش... إيه كابتن دي؟ ما تتكلم كويس يا ابني. شايفني بشورت يعني؟ مش حضرتك كابتن طيار؟ صحيح. ايه ده، انا قفشت ليه كده؟ حضرتك المهم يعني انا كنت عايز افهمك اني ما اقدرش اقول لا للاستاذ خيري رمضان. طب امال حضرتك بتقدر تقول لا لمين طيب؟ هو انتوا برنامج ايه بالظبط؟ احنا برنامج 7 سياحة، وعايزين نعمل مع حضرتك وفريقك تقرير عن الشخليلة. اسمها الفريرة. الفريرة يا برنس. برنس، انا المعد يا استاذ. وايه المعد ده؟ لا مؤاخذة مش فاهم. المعد يعني من الاعداد يعني كنت من اعداد القادة يا خي. كل عيش انت في منطقتنا. الأستاذة المذيعة فين؟ إيه الناس دي؟ يلا قبل ما يموتونا. وتبقى إعداد ميت. يا مدام عزة. بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم 7 سياحة. النهاردة احنا في مطار امبابة عشان نشوف الاختراع اللي حير العلماء وقطع الأشلاء وبعتر الأشياء. يا ساتر يا رب. البقليلة. كابتن عزوز صاحب ومدير وقائد البوليكا، ممكن تحكي لنا كيف نشأت البوليتيكا؟ الفريرة يا أستاذة، الفريرة حلم جدي ومشروع وكل حاجة بالنسبة له. والفريرة يا سيدتي مش مجرد بتاع، دي تاريخ، دي قصة كفاح مش جاية على المرتاح. يعني عرق، دم، دموع. خلاص بقى يا حاج عزوز، قطعت قلبي. بكرة تفرج وورشة الخردة بتاعتك ترجع تتملي بضاعة من أول وجديد، وتبقى الأشياء معدن. أنا بس بقى أعيط علشان عندي فلات فوت ورجلي وجعتني من كتر الفرق. خدت بالك من الدموع؟ لسه العرق والدم هنجيلهم في القصة، اسمعي. لا، والفلات فوت بيحز في نفس الواحد بالجامد فعلا. بس بالحق، هو احنا بنفرق في الشوارع ليه من صباحية ربنا؟ أنا نفسي اتقطع وبصب عرق. أهو العرق أهو. صحصحي بقى للكلام كده معانا. واحنا بندور على ايه بالظبط؟ أنا بسأل عشان لو لقيته أعرف وأفرح وكده. بدور على إلهام. إلهام؟ إلهام مين؟ إلهام يا سيد، يعني فكرة، إشارة، علامة، حاجة ترشدني، تدلني، تنورني، إيه ده؟ الله أكبر! أخيراً! شكراً يا رب، شكراً يا رب، شكراً يا رب، شكراً يا رب. الحمد لله على كل شيء طبعا. بس انت بتتكلم على المروحة؟ هي دي إلهام؟ أنا خلاص عرفت هنشتغل إيه يلا يا عم سيد. إحنا هنبطل نشتغل في الخردة، إحنا هنعمل طيارة، وادي أول قطعة فيها، المروحة الجانبية. شكرا على العلامة يا رب، شكرا يا رب. طيارة؟ لا بقى، أنا نفسي في غواصة. أنت جيت في جمل، أعملها لك طيارة وغواصة كمان. شكرا يا رب. أنا سمعت كل حاجة،
وما فهمتش اي حاجة طبعا كالعادة. بس بما ان الحاج عزوز قال طيارة والحاج سيد قال غواصة، انا بقى بقول ان هي سفينة. وهزيد برضه في الزيطة. وهو فيه أحلى من الأسفلت وعفاريت الأسفلت؟ ما نحط رجلنا على الأرض ونخلينا واقفين كده على حاجة سوليد. وعربية، عربية علشان نعناع ما تزعلش. هتبقى أسرع طيارة وغواصة وسفينة وعربية فيك يا مبابة، وهسميها الفريرة. أخيراً يا رجالة، بعد سنين وسنين من التعب والعرق والدموع قدرنا نحقق حلمنا ونصنع الفريرة. انت فيك شيء لله يا حاج عزوز. فاكر العلامة؟ فاكر المروحة اليمين دي؟ معقول أنسى يا سيد؟ صدفة زي دي ربنا بعتها لي علشان أغير حياتي كلها. مين يقول إني ممكن أتكعبل في مروحة طيارة وأنا بدور على حلمي؟ حلمي؟ انت مش فهمتني انك بتدور على إلهام؟ يلا مش مهم، المهم ان العلامة غيرت حياتنا كلنا. تلاقيها كانت مروحة طيارة قديمة من مخلفات الحرب العالمية الأولى. يرزق التعبان في الشق. تصدقوا أنا أول مرة أسمع حكاية المروحة دي. هي عقلك المحدود يا بنت يا حاجة نعناعة ما كانش ممكن يستوعب عظمة الموقف ولا جلال العلامة ولا ده شفاط الحمام بتاع أمي. أصلك أنا رميته ديك النهار في المطار علشان يعني قدم وبدأ يخرف ويلخبط ما بين الشفط والطرد، والصراحة الموضوع ده عمل مشاكل. شفاط حمام مامتك. شفاط حمام مامتك؟ شفاط حمام منطق. يعني ايه؟ مفيش علامة؟ كنت ماشي ورا سراب. انت مش إلهام ولا حلمي؟ أي ومات جدي بصدمته، بس قبل ما يموت وصاني بشدة إن السر ده لازم يموت معاه، وإني أنسى كل الكلام ده تماما، وإن مفيش مخلوق يشم خبر عنه، وإني أكمل اللي هو عمله وأحقق له حلمه الفريرة. وعلشان كده أنا صممت إن كل الناس تعرف قصته علشان أخلد ذكراه لا ما شاء الله نبيهة قوي، بتنفذ وصيته بالحرف. دي قصة مؤثرة جدا جدا فعلا. أما قصة عبرة صحيح. قلتلك إنما احنا شفنا الدموع والعرق بس، فين الدم؟ هي مش المروحة وقعت على رجله؟ يبقى أكيد اتعور وخر دم. كات، الإعداد فين يا إخوانا؟ مش تحضروا شغلكم قبل ما أجي أصور؟ ده كلام ده؟ قالك دموع وعرق ودم وشفاط. شفاط إيه بس؟ هلا هي قفشت ليه كده بس؟ ما بتستحملش منظر الدم؟ جمهوري يقول عليا إيه؟ أفلس؟ ما تهدي علينا حبة عسلية. عسلية؟ طب اغسل لها وشها كده واتفرج عليها، هتلاقيها شبه سامح حسين. جدو عنده فلات فوت؟ لو مش هنقدم للناس حاجة ليها قيمة يبقى نقعد في بيوتنا. طب والله نظرية برضو. شوفوا لي لو نلحق نروح نسجل مع الفنانة التي أثار الفستان التي ارتدته في عيد ميلادها سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، أو الفرخة اللي بتكتب حكم وأقوال مأثورة بالحبوب. مكياج. وأنا اللي كنت بدأت أتأثر. طب والله الفلات فوت كان أعمق. طب ينفع نيجي معاك نشوف فستان الفنانة؟ يا أستاذة يا أستاذة.